برافو عليك. بفضلك ربحنا هي المناقصة. ألف مبروك أستاذ. بس مع ذلك ما كان لازم تخبي علي إنه شريف إجا لهون بغيابي. أستاذ بس أنت ما رجعت على المكتب. يعني حتى لو ما رجعت كان في تليفون بيني وبينك صح؟ بصراحة ما حبيت دق لك. ليش بقى؟ لأنه كانت رح تصير خناقة بينك وبين مرتك. حق معك مزبوط، كانت حتصير مشكلة كبيرة لو عرفت إنه شريف إجا لهون بغيابي. طيب أستاذ بدك شي غيره؟ دقي لي على ما شوفي شو ناقصا مشان ابعث له لهونيك. من عيوني يا أستاذ. يعطيك العافية. سكرتيرة منيحة بس قال شو؟ أبوه تعبان رح يطمن عليه. لهلا ما دقلك؟ لك يا ريته دق، ما دق أبدا. جربي دقي له. مين قال لك إني ما دقيت له؟ دقيت له وما رد. معقول يكون صاير معه شيء؟ بصراحة هيك قلبي حاسسني أو خايف يكون صاير معه شيء. طب جربي دقي له كل شوي. قبل ما اجي دقيت له وما كان يرد. عم قل لك ما عم بيرد، وليتني طول ما لي قاعده بدق ما بيرد. الله يستر، ان شاء الله ما يكون صاير له شيء. يلا روقي، هلا كل شوي بطمنك هو. ان شاء الله. تفضلي عبير ارتاحي. عبير انت فيك تسافري معي؟ أنا أستاذ؟ سافر معك؟ طبعاً أكيد. بس لوين السفرة أستاذ؟ عنا سفرة يومين على بيروت و3 أيام على دبي. بدنا نوقع عقد الشراكة مع الشركة الكورية اللي راسلناهم. أستاذ أكيد أنا موافقة إني سافر مع حضرتك. بس معلش سؤال؟ تفضلي. يعني سفرتي معك ضرورية؟ طبعا ضرورية، لو مو ضرورية ما بقلك. انت بدك تشرفي على كل العقود اللي بدي اوقعها. بعدين بدي اعرفك على شركائنا هنيك مشان اذا انا يوم من الايام اضطريت ما اسافر ابعتك بدالي لهنيك مشان تعرفيهم. طيب إمتى السفرة أستاذ؟ هلا حاليا والله مو مبين. طيب معلش إنه بس بدك تسافر تقلي مشان أنا جهز حالي؟ طبعا رح اقول لك مشان تجازي حالك، بس خلص انا اطمن انه انت معي. أكيد أستاذ، أكيد حط إجريك وإيديك مي باردة. طيب يلا هلا بروح على البيت وبحطهم. تفضلي على شغلك. شكرا كثير لك أستاذ. شكرا. هي شاطرة بالترجمة، ما فيني نروح بلاها. يا الله، مشان الله رد. لك بس طمني عليك وعلى أبوك. رد، لك رد.
صفاء صفاء حبيبتي صفاء، خير حبيبتي، عم يجعك شيء؟ كنت حاكيك بس مالك فاضي. حبيبتي شوفت عينك، انا مشغول بحسابات الشركه، والله صار لي يومين ما عم بضحك شعري. وانا لي فترة بطلع الدكاترة والدواء ما عم بجيب نتيجة وحضرتك مالك فاضي لي. حبيبتي ليش ما قلتي لي؟ ليش انت عم تجي تتغدى معي اساسا؟ ما عاد شفتك. حقك علي حبيبتي، انا اسف، حقك علي. يعني شو رح ينفع الاعتذار بعد ما من شان الله صفاء فهميني شو صاير معك؟ بعدين بقول لك. طيب انا رايح اجيب لك الدكتور. لا ما في داعي، كنت عنده قبل ما تجي وأعطاني دواء غير اللي وصف لي اياه. انا اسف والله ما بعرف انه هيك صاير معك، والله لو بعرف كنت تركت شغلي واجيت فورا. معقول كل قد أثر فيني؟ لا وعم اشتاق له كمان. والله بس امتى رح يرجع؟ داخل ايه؟ تعال نسمع شي غنية. سلامة قلبك يا عمري. بيبي ولا ما في منك انت. شو عم تحكي يا عمري؟ نحن الاثنين بنكمل بعض، يعني انت نصي الثاني. انت بتمرضي انا بدير بالي عليك، انا بمرض بتديري بالك علي. بعيد الشر عنك. حبيبتي الانسان معرض لكل شيء. تعرف شو؟ ذكرتني بقصة ابتسام الله يصلحها، كان عندها هيك رجال مثلك حنون وقلبه طيب. وانت كمان كثير حنونة علي يا صفاء. بس احكي لي شو قصتها لابتسام؟ هذا يا سيدي ابتسام كانت تعبانة هيك مثل حالاتي. سالم مري، فوت على الداكونة وجيب لي حطب. عنا حطب بالأوضة بكفينا شي 10 أيام. يا علينا، فوت جيب لي، ما بكفوا 10 أيام. ماشي، بس لأرجع من الشغل، شنو بخاف أتأخر على أبي. أبوك اتركه علي، أنا بقول له إني أخرته. ماشي. وينك؟ بتنظف القرنة بعد ما تتركها. حاضر. غيره؟ سلامتك، صار فيك تمشي. أمري. ايه بس لازم ينظف القشر اللي هر من الحطب، لانه هي تعبانه مثل ما انت عم تقولي، يعني مو قدرانه تنظف وراه. وهو ما قال لا، بس هي كانت عم تتسلى فيه تسلاية. كيف يعني عم تتسلى فيه؟ يعني عبيت لك الغرفة كلها حطب. فوت نظف الأوضة من الحطبات. ليش؟ هيك طب خلينا ناكلنا لقمة بالأول، والله متى من الجهود. بتنظف الأوضة بعدين بتطلع. ماشي، أمري لله. يا شو الرجال اللي عندي عجيب. يعني هي كانت عم تعاقبه لجوزها؟ يا ريت كانت عم تعاقبه، لكن شو؟ كانت عم تعذبه. ليش هو شو عمل لها؟ هي مراء عصبي هيك جاي على بالها. بس قومي حطي لي لقمة أكل، بدي آكل، شنو جوعان كثير. ما في أكل. ليش ما في أكل؟ هيك ما استوت الطبخة. ماشي، بستناها لتستوي. إيه لا، بتروح على شغلك وما في تاكل هون، تاكل لك شي صحن فول من برا. يلا. هيك هلا بدك؟ ايه هيك. ماشي، أمري لله. خاطري. مهونة.
يا عليك شو قوية، الطبخة جاهزة وما طعمتي منها. ما بدي طعمي. ليش هيك عملتي فيه؟ لك يا سعدية، هالرجال شو تعبني، كانت باطلة ومحولة لما وافقت عليه. للشبه عين الله عليه. وعلى شو لك سعدية، على شو؟ عندك رجال بيسمع الكلمة، مو مثل يلي عندي فايت أمير وطالع وزير. لك انتي ما عم تعرفي تتعاملي مع جوزك. شلون يعني؟ لك عامليه مثل ما أنا بعامل جوزي، وفهمي علي. شلون؟ علميني لك ابتسام، علميني. كل ما يقلك شي تقلي له تعبانة ومالي قدرانة، وهيك تكسبيه. ايه لك شو ايه؟ بصير بيسمع كلمتك مثل الرجال اللي عندي، كل ما بتاخده وكل ما بتجيبه. وخصوصي إذا بقله مرضانة أو تعبانة بصير بيخدمني من تمساكه. طيب ليش لا يسكت لك ابتسام؟ لأنه عمي بيحبني كتير وبيعرفني صابرة على ابنه، وكلمتي ما بتصير تنتين عنده. مشان هيك ما بيرفض لك طلب. ايه والله جوزي اذا برفع صوتي بوشه دغري بيقول لي احملي بقشتك وعلى بيت اهلك، انت طالقه يا سعديه. لك لا تزعلي مني بهالكلمة، بس انت عاطيتي وش. بعرف، ولهيك عم اقول نيالك على هيك رجال الله بعت لك اياه. ايه دخيلك. يا لطيف على هالمرة شو قاسي عليه. وتقبر قلبي انت شو حنون. بعيد الشر عن قلبك يا عمري، لا تقولي هيك. كملي لي القصة تبع الرجال هلا، كملي لي اياها. هلا يا سيدي. ايه عكن منيح. عم عكو. بتعرف غسيلاتك ما عم يعجبوني لأنه ما عم ينضفوا منيح. عيد عليهم مرة واثنين وثلاثة. تكرمي. وشغلة تانية، بس لا تخلص بدك تشطف كل أرض ديار. ايه على عيني، بس هو غيره. سلامتك. عكا منيح. نظيفة. وين شو نظفها؟ عكا منيح. ايوه. اما شو زلته زل وشو اهرمته اهرمين، لك ايه مسحة الارض فيه. اي والله ما بكون عندي هيك مرة ما بتحملها بنوب دغري بقلعها. قولي عليك يا ابتسام شو انك قويه. لك ايه لكان هيك الأصول. ايه انا اصول، لك ساويتي هو المرة وانت رجال البيت. وليش لا؟ ما دائما المرأة هي اللي بتخدم الرجال، ليش هالمرة ما يخدمها؟ ايه بيخدمها، بس وقت بتكون بدها خدامة، مو على طول قاعدة ولافة رجل على رجل مثل الخوانم وهو نازل شغل بالبيت. لا يا سعدية، ما أنا خانم ولا نسيانة مين أهلي. ايه ما نسيت، بس ما يزعل منك جوزك ويترك لك البيت لك ابتسام. ودخيلك يعملها، ما هو هذا طلبي. يوه، وفيك تعيشي من دونه لك ابتسام؟ ليش هذا رجالها؟ رجال لكان شو؟ لكان احمليه انت سعدية. أنا متجوزة ابتسام. يوه تتهني. اي والله ما اكون مكانه ما بخليها عندي ساعة واحدة. شو هالرجال التشتوش هادي ها؟ هاد ما بيسموه تشتوش يسموه قبضاي. حبيبي، هذا رجال طيب زيادة عن اللزوم. معناتها أجدى. اللي بيساعد مرته صار أجدى. لك حبيبة قلبي، هذا عم يشتغل عنا كل شغل البيت وهي قاعدة عم تفصص بذر وتطق حناك. بس مرته مريضة وهو ساعدها بهي الظروف، يعني مو أكتر، مانو أجدى. طيب يلا كملي لي شو صار معه هذا سالم أخو رجلتك أكرم؟ هذا يا سيدي خلص من الحمام فات على المطبخ. لك انتبه ما تطرشني. آسف. سالم، عيونه. مو بكرة لما بيجينا الولد تتركني ربيه لحالي؟ لا أعوذ بالله، منربيه سوا أنا وياكي. إيه لا حبيبي، أنا بربيه وأنت بتخدمه. شلون يعني بدي يخدموه؟ لقلك كيف، بتفضل له غراضه، تغسل له ثيابه، بتطعميه، بتشربه، ما بعرف هيك يعني. إيه على عيني، أنا خدامك وخدامه بسومتي. تقبر قلبي شو حنون حنون. عيني الشر.
هو هيك بده مبسوط معه. يعني بس إلا ما يكون في سبب لحتى متحملك الهالقد. في سبب. وشو هو دخلك؟ رح كمل لك الحكاية لتعرف. تفضلي كملي، عم اسمعك. سالم، احلى كاسه شاي لاحلى بسومه. يسلموا. ايديكي صحتين وهنا. اسمع سالم، تعمل حسابك اليوم ما بتنام عندي بالغرفة، ايوه؟ ايه وين بدي نام لك ها؟ وشو عرفني؟ نام بأرض ديار. بس برد زنطاري بسومه. ما أنا لأنه برد بدي نيمك هون. هيك يعني؟ ماشي. هو تاني يوم مرت سالم والتحش بهالفرشة، لا من تمه ولا من كمه. وابتسام خانه، لا طلت عليه ولا شالته من أرضه، أساساً ما اهتميت فيه. بعد كم يوم فاتت أخته لتزوره. يبعت لي حمى عليك يا أخي، ضعفان وما بنعرف شو صاير لك. لا اختي لا، طمني، ما فيني شي. ها ما فيني شي، بكره بقوم على الشغل ان شاء الله. لك احكي لي أخي شو صاير معك؟ شو بدي احكي لك سميحه، شو بدي احكي لك؟ ابتسام ما عم يعجبها شي. شو يلي مو عاجبها؟ ما بعرف شو ما عم ساوي، ما عم يرضيها. من يوم عرفت اني ما بجيب اولاد صارت تتحكم فيني وتغير تعاملها كله معي. وإذا يعني ما بتجيب أولاد؟ الظاهر من الاساس ما كان لازم يتجوز لك سميحه، بس هيك نصيبي. طول بالك أخي، طول بالك. شو يعني ما بتجيب أولاد؟ بلكن منها هي. لا اختي لا، مو منها هي، ما في اشي. انا اللي ما بجيب اولاد. ولا زعلتيني يا صفاء؟ وأنا كمان زعلت أكتر على الولد. ولد شو؟ من كم يوم سقطت، كنت حامل. صفاء انت كنتي حامل؟ ما حضرتك مانك مهتم فيني. من كم يوم وقعت، ما حسيت إنه القصة كتير خطيرة، بس طلعت بسقطة. بس ليش ما خبرتيني انك حامل؟ سامحني، ما كنت عارف إني حامل. إن شاء الله ما أتشردق مثل المرة الماضية. إن شاء الله ما بتتشردقي مثل المرة الماضية. اكتبي
اختنقت. هذا المطلوب. وليه؟ صريحة؟ صفية صفية؟ كنت بدي اقول لك على شغلة، استشارك بموضوع يعني. قلي بسرعة بسرعة، عم بفقد تركيزي. يا ستي، هذا العقيد نوجاي عم بيحاول يتواصلني مشان نرجع نتصالح انا والطوطو. شو؟ انت ومين بدك تتصالح؟ طوطو ليش بدك تتصالح انت والطوطو؟ لانه رفيقي. اي صحيح، نسيت انه رفيقك. بعدين بصير اطلع على الاجتماعات على باب صغير، على الدحداح، يعني ما خلي قرني الا ما اروح معهم كمان. انا عقيد يا اختي، انا عقيد. انت عقيل ايه وانا اكيد. شو بكي وليه؟ مو حلوة بدك؟ لا سئيلة مثلك. إيه ليك صار هيك برتقالي لون الغرفة. يا عمر ايه والله شو؟ صرت برتقالي ليك. انا صرت برتقالي كمان. وانا برتقالي. انت برتقالة مو برتقالي. يعني هلا هي شو بتعمل؟ هي بتطيري. امسكني لك. سكت امك. عمهلك طيرت لي اياهم. ايه عفوا. هلا هي نفع شو يعني؟ هي عفلت. شو؟ عفلت. ايه العمل بركي فليت انا الثاني. لا ما والله طيبة. خواصري خواصري. لا ما فلتت. انا طاير. اخذت سحبة لحتى يا عمو